محبي قناة قصة بطل، مرحبا بكم. من الأشياء الجميلة اللي وقعت مؤخرا في الكرة المغربية هي تكوين منتخب أولمبي قوي. هذا المنتخب استفدنا منه بزاف وكان فرصة باش نجربوا العديد من الأسماء قبل تصعيدها إلى المنتخب الأول، لكن الأهم أنه كان سبب في إقناع العديد من المواهب تمثيل المغرب. وآخر لائحة استدعاها المدرب عصام الشرعي تؤكد ذلك: إلياس حسني، بلال نادير، والمستدعى حديثا نائل العناوي وإلياس أخوماش. اليوم اختارينا نهضروا لكم على جوج أسماء مهمة واللي العمر ديالها ما كيفوتش 19 سنة، وهما بلال نادير لاعب أولمبيك مارسي نتعرفوا عليه كتار وعلى البروفايل ديالو، وإلياس أخوماش اللي غنهضروا عليه كتار ونشوفوا ردة فعل الصحافة الإسبانية ومحيط منتخبهم اللي تصدموا من قراره، وأيضا نكتشفوا المستوى والمسار ديالو وعلاش فضل المغرب على إسبانيا. ما غنطولش عليكم كتار، لكن بغيت نقول لكم باللي كنديروا مجهود كبير باش نقدموا لكم محتوى بجودة عالية وبكل مصداقية، لكن للأسف فئة كبيرة كتتابع المقاطع ديالنا وكتنسى تدعمنا. ما غتخسر والو إلا قمتي بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. شكرا لكم مسبقا، ودابا نبداو على بركة الله. نبداو المقطع ديالنا من فرنسا باش نتعرفوا على الاسم الأول، بلال نادير المزداد بمدينة نيس. هذا البطل كيبلغ من العمر 19 سنة فقط، والمركز ديالو في الملعب هو وسط محوري. 12 سنة كاملة قضاها في النادي المحلي نيس وتدرج في كل المراحل الصغرى وصولا إلى فريق الرديف اللي لعب معهم موسم 2020-2021. الموهبة ديالو كانت ظاهرة لكل مكونات النادي، حتى أنه أثار انتباه وإعجاب العديد من الفرق المتميزة في فرنسا وأبرزهم أولمبيك مارسي اللي نجحوا في التعاقد معاه في صيف 2021. لعب لمدة موسمين مع الرديف، كان متألق فيهم وظهر بشكل رائع، وكان ملتزم بتعليمات المدرب الصعبة لأنه تم تجريبه في عدة مراكز. المهم بعد التألق الكبير لمدة سنتين مع الرديف، بلال غيصعد أخيرا للفريق الأول وغيولي ضمن مخططات المدربين سواء مارسيلينو سابقا أو المدرب الجديد غاتوزو اللي قام باستدعائه في الجولات السابقة. بطلنا خاد أول مقابلة رسمية ليه بقميص الفريق ضد باريس سان جيرمان في الجولة السادسة بعد ما دخل في الدقيقة 84. في هاد الدقائق القليلة ما نقدروش نحكموا عليه، ولكن بشكل عام وعلى حسب داكشي اللي شفت في البحث ديالي عليه عنده مؤهلات فنية جميلة وسريع في التحولات الهجومية، والنظرة ديالو لزوايا الملعب مميزة. بلال سبق ليه مثل المنتخب الفرنسي في فئة أقل من 16 سنة و18 سنة، لكن ملي جاتو الفرصة لحمل قميص المنتخب المغربي ما ترددش وقبل عن قناعة واعتزاز في الوقت اللي كان ممكن يمثل سواء فرنسا أو الجزائر من جهة الأم. المهم مكسب كبير لمنظومة الشرعي، خصوصا أنه متعدد المراكز والأدوار، وهذا الشيء كيجعله قيمة فنية مميزة وغيعطي الإضافة لا محالة في قادم التحديات. دابا منين تعرفنا على بلال نادير غنفتحوا موضوع إلياس أخوماش، الموهبة اللي خلقات جدل كبير في المحيط الإسباني. أخوماش البالغ من العمر 19 سنة فقط زاد بمدينة دي بيرولا بإسبانيا من أبوين مغربيين 100% ينحدران من مدينة تطوان الجميلة. هذا البطل اللي كيميزو أنه تكون في أحد أفضل المدارس الكروية في العالم، وهنا كنهضر على النادي العملاق برشلونة اللي دوز معهم جميع مراحل التكوين من عام 2007 باستثناء فترة قصيرة كانت في فريق جيمناستيك مانريسا. الموهبة ديالو كانت مثيرة للاهتمام وتعرف بزاف عند مشجعي ومسؤولي النادي، خصوصا في البارسا بي اللي كانت بالنسبة ليه فترة ناجحة بكل المقاييس، خلات كل مكونات النادي تتوقع عليه مستقبل كبير، حتى أن كلويفرت اللاعب السابق الهولندي واللي كان مسؤول عن قطاع الناشئين في الأكاديمية أكد في واحد التصريح بأنه البارسا عندهم ميسي جديد في المدرسة وإلياس غيكون مشروع نجم كبير. المهم البطل استغل مرحلة التكوين في الفئات السنية كما ينبغي، فرض راسه وتألق في كل مرة كتحليل فرصة حتى لسنة 2020، وهنا غيبان لأول مرة مع فريق الرديف البارسا، ولأن هذه الفئة كيتبعوها الجماهير بزاف غيزيد يتعرف كتر وكتر وغينال إعجاب الجماهير الكتالونية اللي كانوا كيعتبروه واحد من أفضل المواهب لاماسية. وفي نفس هذه السنة كان جدد العقد ديالو مع البارسا بحضور كلويفرت ومدير الأكاديمية فيلاخوانا في تقديم جميل يليق بموهبة متميزة كإلياس. المهم البطل ديالنا زاد طور راسو في هذه الفئة وكان كيقدم مستويات رائعة اللي خلاته يكون تحت أنظار وطمع العديد من الأندية سواء محليا أو خارج إسبانيا، لكن هو كان هدفه تحقيق النجاح مع البارسا والتحصل على فرصة يوما ما باللعب مع نجوم كبار
كبار في الفريق الأول. وفعلا بعد ما تم إقالة المدرب كومان وتعيين تشافي كمدرب جديد لبرشلونة في نوفمبر من سنة عام 2021، اللاعب غادي يحظى أخيرا بالفرصة اللي طالما تسناها، وغادي يحقق واحدة من أحلامه بعد ما تم استدعاء المقابلة إسبانيول والمشاركة كأساسي يوم 20 من نفس الشهر ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني، ولعب أساسي أيضا ضد مايوركا وليناريس في كأس إسبانيا. ولكن هذه المقابلة كانت الأخيرة ليه بقميص البارسا نظرا للانتدابات اللي قامت بها الإدارة آنذاك وتفضيل إعادة إلياس إلى الفريق الثاني مرة أخرى. البطل غيصبر مع فريق الرديف البارسا حتى الصيف الماضي، وغيقرر يخوض تجربة جديدة ويخرج من برشلونة من أجل الانتقال إلى فياريال بشكل حر لمدة 4 مواسم، وهذا الشيء باش يقدر يلعب ضمن فئة الكبار بدل الرديف والمشاركة بانتظام في الدوري الإسباني. صحيح أنه ما كيشاركش بشكل رسمي الآن مع فياريال، ولكن كيقدم مستويات جيدة كل ما خدا الفرصة ديالو. في آخر 3 مباريات من لا ليغا لعب كأساسي ضد غرناطة وبيلباو، ورقميا صنع هدف ضد لاس بالماس وتمريرتين حاسمتين ضد نادي شيكلانا في الكأس. وما نسوش أنه يلا كيبلغ من العمر 19 سنة. المهم خلال هذه المسيرة كاملة كان إلياس أحد العناصر المهمة في المنتخب الإسباني من فئة أقل من 16 سنة حتى ولا عميد منتخب فئة أقل من 21 سنة. لكن طيلة هذه المدة بقات عنده علاقة مع المغرب ومع الجمهور المغربي، وكان واضح أنه واحد النهار غادي يختار المغرب لأنه أولا فايت ليه يحمل قميص المنتخب سنة 2018 مع فئة أقل من 15 سنة، ولعب معنا 5 مباريات سجل فيها 5 أهداف. ثانيا التعلق ديالو بالمغرب وإتقانه للدارجة المغربية وعلاقته طيبة مع لاعبي المنتخب المغربي، وأخيرا أصول والديه المغربية 100%. لذلك كان كينتظر فقط الوقت المناسب، وها هو جمع المنتخب الأولمبي. ولأن إلياس ماشي لاعب عادي، الصحافة الإسبانية لم تتقبل هذا الاختيار بعد ما اختار تمثيل المنتخب الأولمبي ورفض دعوة بلدهم مع فئة أقل من 21 سنة، باعتراف من المدرب سانتياغو دينيا اللي أكد بأن إلياس بعث رسالة لهم واضحة وهي الرغبة ديالو باللعب مع المغرب. صحيفة الماركا تصدمات من قرار اللاعب بتغيير قناعته ورفض الدعوة للحضور مجددا مع لاروخا، وصحيفة ريليفو الشهيرة كذلك قامت بنقل الخبر وسط تعليقات سلبية وانتقادات كبيرة بسبب هذا الاختيار. والعديد من الصحف والمقالات الأخرى كاين اللي غيقول أنه ما يستحقش الضجة كاملة لأنه كيلعب في نادي متوسط وماشي أساسي، لكن هما عارفين أنه باقي صغير وهذه مرحلة فراغ فقط، وتايقين في إمكانياته لأن إلياس كيتعتبر جناح أيمن مميز مراوغ رائع في المساحات الضيقة، وكيتجاوز الخصوم ديالو بسهولة بمؤهلاته الفنية الكبيرة والانطلاقات ديالو السريعة في الطرف الأيمن، ويمتلك قدرة كبيرة على مستوى التسديدات بالارتكاز على قدمه اليسرى. وحتى من الجانب التكتيكي كيتعتبر لاعب ذكي وكيتمركز في المكان المناسب. بخلاصة مستواه محترم جدا، وهذا الشيء اللي خلى الجدل ما كانش فقط على مستوى الإعلام بل انتقل لمواقع التواصل الاجتماعي كصفحة المواهب الإسبانية في تويتر نشرت تدوينة وقالت فيها: بعيدا عن الأشياء الكثيرة التي يمكن قولها، الأكثر خجلا هو تم السماح لإلياس بأن يكون قائد لإسبانيا لفترة طويلة. صراحة من الصعب يتقبلوا هذا الاختيار لأن إلياس حتى لو كان كيمر بفترة صعبة في مساره الكروي لعدة عوامل، ومنها حرق التطور اللي كان غادي فيه ودمجه بشكل سريع مع الفريق الأول البارسا، ولكن كيف ما قلنا كيبقى لاعب ذو موهبة خالصة وبجودة عالية جدا، وكيحتاج فقط يرجع الثقة في راسه والعمل معه على المستوى الذهني. ونتمناو استدعاء للمنتخب يكون فيه الخير عليه ونشوفوه متألق إن شاء الله سواء مع فياريال أو المنتخب الأولمبي. ضروري تقولوا لي الرأي ديالكم في إلياس وكيفاش كتشوفوا المستقبل ديالو مع المنتخب. كنتمنى زيارتكم الحساب الخاص على انستغرام منير غزالي باش نكون على تواصل مباشر معكم نشاركوا الآراء بيناتنا. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المستمر للقناة. منير يحييكم، إلى مقطع قادم إن شاء الله.